السلام عليكم، معكم بشرى وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أنا اليوم جيتكم بإن نوفيل فيديو اللي راح نشارك فيها معكم كيفاش نحضروا مركز الليمون بطريقة جد مضبوطة. مقادير يعني يكونوا كامل مضبوطين. وحبيت أيضا نقول لكم بما أنه رانا في وقت الحمضيات لازم نستغلوهم ونوجدوا منهم للشهر الفضيل ولا نوجدوا منهم للصيف كما حبيتوا. اون بلوس دو سا راهو رخيص. انا هنا شريت 4 كيلو. عندي خليط بين الليمون الاصفر وهداك اللي فيه شويه الخضر. هنا اول حاجه غسلت القارص تاعي مليح مليح ونشفته وجيت نسكرفجو معاكم. رايحه نسكرفج كامل هذاك القارص اللي عندي كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه نسكرفجو فد رقيق. قلت لكم انا هنا عندي خليط بين هذا الاصفر وفيه شويه الخضر ما حيجينا المركز تاعنا بزاف شباب. نسكرفجو كامل هذوك 4 كيلو. انا هنا حنمد لكم مقادير تاع 4 كيلو. تقدروا تضاعفوا الكميه يعني كي يكون عندكم ليمون اكثر كيما تقدروا تنقصوا الا كان عندكم اقل. كيما شفتوا سكرفجتوه كامل. دوكا هنا رايحه نضيف له السكر. كيما قلت لكم عندي 4 كيلو تاع الليمون رايحه ندير معاها 2 كيلو تاع السكر. نفرغ الكيلو الاول تاعي تاع السكر على هذاك لو زاست. ونزيد ايضا الكيلو الثاني. انا هنا الغلطه اللي درتها اني فرغتهم في زوج على خطره. من بعد كي رحت نخلط باش نخلط لو زيست مع السكر ما قدرتش نخلط. جاتني صعيبه. شوفوا كيفاش جاتني بزاف صعيبه. الوغ رحت عاودت نقصت هذاك الكيلو درتو في بول باش نخلط الاز. هنا لازم نخلطو كامل هذاك لو زيست مع السكر شغل نحكوهم هكا مع بعضهم. راح تمدنا بنه بزاف هايله. جربوها بهذه الطريقه كيما درتها لكم وردوا لي الخبر في التعليقات. نبقى نخلط فيها حتى نشوف باللي لو زيست تخلط كامل مع السكر. من بعد نروح نحكم لو سيترون ديالي ولا الليمون ديالي نقطع كل حبه على زوج باش نعصرهم. هنا كل واحد كيفاش يحب يعصرهم. تقدروا يعني تعصروهم غير هكا بديك الآلة تاع اليد ولا تقدروا تستعملوا هاد العصارة عادي. ليسونسيال حنا نسحقوا هذاك لو جو تاعو. هنا عصرت 4 كيلو تاعي كامل كيما قلت لكم درت 4 كيلو تاعي نحيت له كامل لو زاست وزدت عصرته كامل وزدت معاه 2 كيلو تاع السكر. شوفوا الكيله الاولى اللي كنت عصرتها نفرغها على الخليط تاع السكر مع مبشور الليمون. ونخلطو مليح باش هذاك السكر يذوب. من بعد زدت ضفت له شويه من هذاك السكر اللي كنت نحيته من هذاك الكيلو الدوزيام اللي كنت درته ونبقى نضيف فيه تدريجيا. هنا بعد ما كملت عصرت كامل الليمون تاعي زدت ضفته الدفعه الاخيره. هاكا نخلطو مليح ونزيد ندير هذاك السكر اللي كان باقي لي ونخلطهم كامل مع بعضهم. نبقى نخلط مليح. هنا اللي يكون مزروب يعني يقدر هذا الخليط تاعو كيما راهو يخليه يرتاح ساعه من بعد يميكسيه. ولا تقدروا ديروا الطريقه الدوزيام اللي درتها انا. خلطت كلش مع بعضه وخليتهم 24 ساعه بيتهم ليله كامله حتى الغد من داك. انا درتهم على الوحده حتى الغد من داك على الوحده يعني مع الظهر هكاك باش درتهم في لي كوبلي خليتهم مليح حتى ولا لي ثقيل. ونولو يعني كل شويه نخلطوه كل ربع ساعه نص ساعه نخلطوه. هاوليك هنا غطيته وخليته يرتاح. وبيان سور هاد القشور تاع الليمون ما نرميوهش رايحين نديروا له الاستعمالات تاعو.
نعطيكم بعض من الاستعمالات تاعو. نقدروا اول حاجه نحكوا به النحاس تاعنا ولا قصديد، كيما نقدروا كي تكون عندنا الكوشه تكون بزاف مسبكه نحكوه بها. بما انه رانا في الشتاء لا غريب دايره حاله، ما نقدروا نديروه في لي تيزان ولا نبخروا به، يعني نديروا الماء نخلوه يغلي ونديروه مع القرنفل ونبخروا به. عنده بزاف استعمالات. حبيت نقولكم بلي يعني شوفوا هاد لا كونتيتي هذه ما نرمو منها حتى حاجه، كل حاجه نسحقوها تخبيوه في كونجيلاتور ووقت ما تسحقوه تتجبدوه. وهنا الليمون تاعي بعد ما بات ليله كامله، هنا غد من داك جيت نكملو معاكم. شوفوا حتى اللون تاعو تغير، ودوك تشوفوا القوام تاعو معايا كيفاش ولا. الى راكو تشوفوا القوام تاعو ولا تقيل ويجي معسل. دوك انا هنا راح نصفيه كامل حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. من بعد نروح نديروه في لي غوبلي. هاد الطريقه بزاف هايله وراح تعجبكم. وبيان سور هاد لو زاست اللي صفيناه ما راناش رايحين نرموه، حنستعملوه عنده العديد من الاستعمالات. قلت لكم بليك الوصفه هذه حاجه ما تترمى فيها. شوفوا معايا هاد لو زاست كامل درتوه في ساشيت كونجيلاسيون، راني رايحه نحتفظ به وكل ما نسحق منه نجبد. درتو هكا في ان ساشي، بلاطيتو بيدي باش تسهل عليا العمليه كي نروح نقسم منه. دوك ندخلو الكونجيلاتور، يعني ما بحال ندخلو الكونجيلاتور ماهوش حيجمد لي كيما الجليد، شغل يقعد هكاك معلق. وكل ما نسحقو نجبدو، يعني نكه به كاش كاطو ولا نزين به. كيما راكو تعرفوا راهو فيه السكر، يعني راهو حلو، نقدروا نزينو به المسكوتشو ولا اي حاجه. وهذا لو جو تاعي، شوفوا شحال جا خاطر واللون تاعو جا بزاف شباب. دوك انا هنا رايحه نديرو في لي غوبلي، نحكم كل غوبلي نعمروه، ندير حوالي زوج غرارف. هاكا نخليو شويه اسباس صغير قيس ان دوا من الفوق باش كي نغلفوه وندخلوه الكونجيلاتور، يعني كي نكونوا نفتحو ونغلقو ما يسيحناش. راني نحاول نشرح لكم كلش بالتفصيل هكا باش ينجح لكم ويجيكم بزاف بنين. كما نعرفوا في الشهر الفضيل من داك نحبوا نشربوا شربات ولا وما نحبوش نجرو تاع برا، نحبوا نسيو نديروها في الدار. عطيت لكم طريقه اللي تجيكم بزاف هايله كي ديروا بها الشربات ولا ديروا بها جو سيترون تاعكم. كيما تقدروا تاني تميكسيو معاها النعناع المخيطو باش يولي لكم مخيطو. شوفوا الكميه اللي دارت لي كميه جد كبيره ما شاء الله. دارت لي هنايا 18 نقوبلي. نحكم كل قوبلين نغلفو بورق الشفاف وندخلوه للمجمد. مام كي تدخلوه للمجمد ماهوش حيجمد لكم، قلت لكم هكا شغل يجي كونجلي يقعد لكم هكاك معلق. مام كي تدخلوا صبعكم وكل شغل تلقاوه مازالو طري مالغري يتجمد. تسمى كي تسحقوا تجبدوا وحده في اقل من 10 دقائق تمتن تطلق روحها. هنا دخلتهم انا للمجمد، خليتهم ليله كامله باش نكمل لكم التصوير. هذاك لو زيست اللي درتوه في ساشيت كونجيلاسيون، حبيت نوري لكم بلي ميم قاعد في كونجيلاتور. شوفوا قاعد طري هكا كي نسحقو نجبدو. وهذا الكوبلي دخلته الكونجيلاتور بصح شوفوا شحال طري. الوغ هنايا في كل كوبلي تاع مركز الليمون ديروا معاه 3 لي كوبلي تاع الماء.
تتحصلوا على ألذ عصير. ما بقى لي غير نقولكم تهلاو لي بزاف في روحكم، ما تنساوش ديروا جيم وتابونيو للقناة وتبارطاجيو لا فيديو مع الأصدقاء تاعكم. دمتم أوفياء ومع السلامة.